ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعا باين من شكلي وباين من صوتي ان انا للأسف في وعكة صحية. الحمد لله الحمد لله تعبت ووقعت في الشارع، وكانت خيانة كبيرة من رجليا ان انا اقع. فالحمد لله جبست، عملت الاول كبيرة، طبعا كان مشوار كبير قوي. فالحمد لله كنت راجعة كده كده. انا عايزه احكي لكم القصه بدات ازاي معايا، علشان سبحان الله يعني انا لما احكي هتعرفوا ان انا كان زي ما يكون كده كان قلبي حاسس. مبدئيا علشان اقول لمحمد ان انا رايحه لماما وكده، ما كانش موافق الاول لاني كنت قبلها بيوم عند ماما. فقعد يقول لي خليها، انت كنت لسه رايحه، وخليها بكره، وخليها في يوم تاني، وانا اللي اصريت. زي ما يكون كده ايه اللي هو انت ايه رايحه علشان انت ليكي نصيب هتشوفي الحاجه دي فهتشوفيها. بقى كل واحد بيبقى رايح لنصيبه. ده اول حاجه. تاني حاجه بقى، واحنا راجعين اساسا دعاء اختي كانت راجعه معايا الحمد لله، ودي كانت لطف من ربنا سبحانه وتعالى، ان دعاء اختي كانت معايا. سبحان الله كنا واقفين كده قدام شادر بتاع خضار، فضربت في دماغي بقى، هي اساسا قالت لي ان انا هروح الشادر ابص على الخضار والكلام ده. وفي نفس الوقت انا سبحانك يا رب، سبحان الله ان انا كنت واقفه عماله اقول لا حول ولا قوه الا بالله. الحاجات دي كلها انا فكرت فيها بعد ما وقعت الحمد لله. ف... فالمهم ان انا سبحان الله انا ساعتها قعدت اقول لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. متفهموش ليه. انا طبعا بعد ما حصل اللي حصل عرفت ان انا اكيد برضو كان قلبي حاسس انه اكيد في حاجة هتحصل. فانا بصيت كده على اليمين كده، لقيت في حاجات، المنفذ بتاع الجيش، اللي بيبيع حاجات تبع الجيش وكده. فانا قلت للولاد ايه تعالوا نروح نقف هناك، عشان نتفادى التكاتك والعربيات، عشان الولاد معايا وكده. فسبحان الله طلعت على الرصيف عليه، وقفت عنده يا دوبك بشاور لتوك توك. توك توك لف علشان نركب. فانا نزلت من على الرصيف، ان انا المفروض انزل من على الحتة العالية على الرصيف عشان اركب التوك توك. نزلت على ما فيش، يعني مش عارفة ازاي حصلت، بس المهم ان انا رجليا ما نزلتش عليها. ف وقعت برجليا ما بين الرصيف وما بين التوك توك. في لحظة كده حسيت ان انا توفاني الله بصراحة يعني. أم، انا وقعت عاملة زي الورقة كده، زي الورقة، ما وقعتش على وشي. فاهمني؟ يعني انا ما وقعتش على وشي كنت سندت على ايديا او على ركبتي، لا انا وقعت على، انا ملقيتش رجليا فوقعت كده. ما وقعتش على ركبتي، انا اتنيت رجليا اتنت وقعت، مش عارفه وقعت ازاي. فطبعا انا سبحان الله قعدت على الرصيف، قعدت طبعا اعيط، كل اللي عليا فبتاع التوك توك سبحان الله يعني بصراحه عماله ادعيله من يعني من ساعه ما وقعت وانا عماله ادعيله، راجل صالح. هو شاب على فكره، بس احنا واخدين كلنا فكره عن بتوع التكاتك وكده ان هما ايه صيع بقى وناس مش كويسين وكده. سبحان الله ده كان ولد صالح، مرضيش يسيبني، ما لمسنيش. مش اللي هو مثلا، هو طبعا يعني كان هيموت ويحاول يقومني بس كسف او خاف. فجت ست قعدت كله بقى بيحاول اللي هو ايه ان طب اعدلي رجليكي، طب مش عارفه. انا طبعا ما كنتش قادره اعدل رجلي اصلا، انا خلاص انا قلت رجلي راحت في حته تانية. ف ثواني، يجيلي وقت كده بحس ان انا سقعت، مش عارفة بقى ده بسبب رجليا ولا لأ. انا طبعا كنت لسه نص كم، بس النهاردة الجو نضر الحمد لله. انا عند مامتي، إيه، معدتي بتقلب مطرح البرشام، باخد برشام على الريق، فالظاهر وجعلي معدتي. المهم بقى طبعا انا كل اللي جه في دماغي ساعتها ان انا بعد ما قعدت اقول بقى ومش عارف ايه وتعبت وكده، طبعا جه في دماغي ان ده لسه قايلين ان هي في الشادر.
فرحت قايلة للعيال اجروا روحوا نادوا خداتكم بسرعة، نادوا خالتكم. دعاء جت بقى اتصدمت من الوقعة بتاعتي، وان انا رجليا في ساعتها ورمت، رجليا من تحت من ناحية المفصل اللي بيمسك القدم والساق نفسها. فالحمد لله طبعا دعاء في ثانية لقيتها بتتصل بأحمد أخويا جه ومراته الحمد لله. الأهل دي عون وسند، سند وعون زي ما بيقولوا، ربنا يخليلي طبعا أهلي كلهم. في ثانية لقيت أخويا جه، ومرات أخويا طبعا هي أساسا دكتورة، رئيسة ممرضات. فالمهم قعدت تحرك في رجليا وقالت لي ما تقلقيش ان اسمها ده مش كسر، آم، بس ممكن يبقى فيه تمزق، ممكن يبقى فيه شرخ لان هي ورمت على طول. فكان المفروض ان انا بروح بقى عند صيدلية، فبتاع التوك توك خدني وداني عند الصيدلية لان احمد كان معاه موتوسيكل وخد العيال ورا والكلام ده كله. فرحت بقى انا طبعا كل الفترة دي منهارة بالعياط من الوجع، مش قادرة، انا حاسة ان رجليها اتخلعت. بتاع التوك بتاع التوك توك مرضيش ياخد مني مواصلات. انا مبسوطة قوي من بتاع التوك توك يا جماعة، مبسوطة قوي من بتاع التوك توك، عشان ما بلاقيش نماذج ايجابية في بتوع التكاتك كتير. بصراحة انا قعدت ادعيله ودعيت له دعاوي وانا رايحة ماشية على الطريق. المهم بقى عقبال ما جه محمد، ورحنا بقى الطوارئ المستشفى وكده وطلع فيها شرخ. الحمد لله دخلنا على طول وطلع فيها شرخ، وعملوا لي بقى كبيرة زي اللي هوريها لكم، يعني ممكن تكونوا شفتوها، انا صورت تقريبا صورتها. إيه، وقال لي 8 ساعات راحة. طبعا جيت عند بيت اهلي، بحمد ربنا سبحانه وتعالى ان الاهل موجودين. طبعا انا من غير بيت اهلي، من غير بابا وماما، ما كنتش عرفت اعمل اي حاجه في الدنيا. امي اللي شايلاني، واختي لما بتيجي بتشيلني، ومرات اخويا كل اللي بايده حاجه بيعملها. المهم الحمد لله طبعا. إيه، اول 3 ايام، هو اول يوم كمان معرفتش اخش بقى الاوضه اللي بنام فيها. بابا وماما قعدوا يجروني انا بقول التفاصيل دي ليه؟ لان التفاصيل دي اثرت فيا جدا. يعني هما بيجروني بكرسي بلاستيك كده، وكانوا بيجروني على السيراميك وكده. فانا قلت يعني سبحان الله، الاهل هم الباقيين في كل حاجه. وزعلت قوي ان انا كنت ممكن يوم في الايام زعلتهم. الحمد لله ان الاهل موجودين. طبعا احنا من غير اهل بنتلطش والله العظيم يا جماعه، فعلا من غير اهل، من غير اب وام بتتلطشي. فلو كل واحد عنده اب وام يروح يبوس على ايديهم ورجليهم. طبعا انا اللي شايلاني امي، انا قاعده دلوقتي في بيت ماما. حتى بصوا زقت لي السريرين على بعض عشان يكفوني انا والولاد. ثواني، زقتني السريرين على بعض. بصوا، آه كنت بلغي حاجه كده منبه تقريبا. ولاد نايمين على السرير وانا السرير جنبهم. ماما قالت لي علشان ايه، في نفس الوقت يحيى ما يقعش، وفي نفس الوقت عشان محدش يجي على رجليا. طبعا احنا عدى 5 ايام على رجليا، باخد بقى برشام وعلى طول مش علقها فوق. الدكتور قال لي تفضل متعلقة فوق كده علشان ايه الورم يفش. بقالي 5 ايام كده. رحت للدكتور امبارح، فكينا الجبيرة لقينا منظر مش لذيذ قوي. احنا عاملين لنا يعني الورم فش شوية، بس فيه تكتلات دموية كده لونها نبيتي محمرة شوية، حاجات زي كده. قال لي برضو ده مش شرخ، والحمد لله اتجبست. طبعا انا متضايقه قوي ان هي متجبسه، وفي نفس الوقت بقول الحمد لله. متضايقه ليه؟ متضايقه علشان الواحد مش عارف يمشي على رجليه. ماشيه على ماشيه على المشاية اللي هي المشاية بتاعت اللي بعكز على ايديا الاتنين. كمان ايديا من هنا وجعتني قوي، حاسه ان انا واخده عليها ضربه زي اللي كنا بناخدها واحنا في تانية اعدادي. المهم المغزى من الكلام ده كله، الحمد لله على كل شيء. طبعا
الحمد لله على كل شيء برضو. آه، مش عارفة اقول ايه. سجلت ده ليه؟ سجلته علشان للأسف بوثق الأيام الصعبة اللي أنا فيها. كونك ان انتي مش قادرة تمشي او بتخشي التويلت بمشاية او بعكاز، ده موضوع صعب جدا، صعب جدا. ان انتي تتحركي مثلا من الصالة للحمام في بينهم مسافة، انك اصلا مش عارفة تخشي المطبخ تعملي حاجة، وخصوصا ان انا بحب اخش المطبخ. الرقدة نفسها يا جماعة وحشة جدا. انك ترمي بقى برضو مسؤوليتك ومسؤولية ولادك على بابا وماما. برضو دي كلها صعبة. الحمد لله على كل شيء. طبعا باين على وشي ان انا تعبان، والناموس واكلنا. مش عارفة الناموس هنا جاموس مش ناموس. ليه بقى؟ رشيت بريسول، رشيت بتاع اللي هو بتاع الناموس البخور، وبرضه بلاقيه يعني. الحمد لله حتى يحيى قرطه من هنا كلها ناموس. يا رب تعدي الايام دي على خير. طبعا الدكتور بتاع التكبيس قال لي جبسها لي، وقال لي 21 يوم راحة، تفضلي معلقة رجليكي تنزليها عند اللزوم بس. موضوع رخم قوي، بس الحمد لله أمره محطوطة فيه. الحمد لله على كل شيء. ربنا يخلينا ولادنا ويخلينا أهلنا ويخلينا صحتنا. ادعوا يا جماعة بالصحة، بالصحة، وما تنسوش تدعوا لأهلنا في فلسطين. مش عارفة الفيديو ده هنزله ولا لأ، بس سبحان الله أنا كنت قاعدة كده. طبعا أنا قاعدة فاتحة النور. ليه فاتحة النور؟ عشان براقب الناموس. ما بيجيليش نوم، كل شوية الاقي عيل مثلا اتحرك، فاعرف ان اكيد في ناموس عنده. تعالوا اوريكم الجبس بتاعه عامل ازاي. بصوا ده الجبس ده، غير اللي انا كنت مركباه الاول اللي كانت كبيرة. ده جبس اول مرة اشوفه طبعا، عشان واحد ما اتكسرش قبل كده فمش عارف. الجبس ده اسمه جبس بلاستيك، سامعين؟ طبعا انا هنا لابسة بتاع كده عليه بقى علشان صوابعي باينة، صوابعي باينة. فلما ده اتعمل جبس من اول هنا لحد هنا كده، صوابعي لما بانت بقت تسقعني فدي اللي انا بحط رجلي عليا وانا نايمة دلوقتي. طبعا عشان قاعدة فرجليا، عشان قاعدة لما بنام رجليا بتبقى على ده، بتبقى مرفوعة يعني. فربنا يدينا طولة العمر والصحة. طبعا ببقى مغطية رجليا خالص كده. سبحان الله وانا قاعدة كده قلت طب ما اشغل الكاميرا. قلت ما اشغل الكاميرا. واحد حقيقي يعني، انا عايزه اقول لكم ان انا ما ببصش في المرايه خالص. موضوع صعب ان انا ماشيه على المشايه دي. هي احسن لي من ان انا كنت بسند على اخواتي واخويا والكلام ده كله وبابا وماما والكلام ده كله. بس والله الموضوع صعب جدا. انتي فعلا حرفيا بتحسي انك الحمد لله. يعني حرفيا بتحسي يعني انك اصلا تمشي برجل واحده صعبة جدا. انا مش بحط رجلي على الارض خالص. الدكتور الا 15 يوم وتبدأي تحطي رجلك على الارض، غير كده مش هينفع. لان الشرخ بيبقى اصعب من الكسر. كده كده هي متجبسة يعني، فقال لي حافظي على الشرخ وما تحطيش رجلك على الارض نهائي. فانا اساسا يعني الحمد لله يعني تحملي مثلا على رجلك بقى السليمة. الموضوع صعب مش سهل. واكيد هطلع بعد الموضوع ده لازم اخس لازم. الحمد لله على كل شيء. وادعولي بقى كتير، ادعولي كتير كتير عشان ارجع شغلي. قعدة البيت مش سهلة، وان انا اساسا لما باجي انزل
انزل طبعا، ما نزلتش وطلعتش غير لما انا رايحه للدكتور ده. اخويا بيشيلني، اخويا وجوزي. ف كونك انك تتشالي برضه صعب مش سهل. الحمد لله على كل شيء، احمدك واشكر فضلك يا رب. إيه، بس مش تدعولي وادعوا لاخواتنا في فلسطين. الحمد لله، كل ما اجي تصعب عليا نفسي افتكر اخواتنا في فلسطين بصراحه. الحمد لله، الحمد والشكر ليك يا رب. ربنا ينصرهم يا رب. تصبحوا على خير. الحمد لله. اي نومة عيالي دي عندي بالدنيا، نومة ولادي دي عندي بالدنيا. الحمد لله انا فاتتهم، والحمد لله. انا اصلا كنت طالعه الحته اللي انا طلعتها دي الرصيف ده علشان افاديهم اي توك توك يا رب. الحمد لله يا رب انها جت فيا ما جاتش في عيل فيهم. الحمد لله الحمد لله. تصبحوا على خير.